اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله كامل راكم لاباس وصحتكم مليحه وانتم تشوفوا هذه لا فيديو تاع اليوم يا ربي. اليوم جيتكم بهذا الكراتان بزاف خفيف وبنين وسهل، والمقادير تاوعه موجوده في كل منزل، ويعني راهو معروف هذا الكراتان، مي كل واحد يديرها باللمسه الخاصه تاعه. وبلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوا طريقه التحضير. جبت 3 حبات بطاطا، قطعتهم شويه رقاق بالسمك اللي نقلو بيه مداري، يعني باش نقرب لكم فقط. درت لها شويه ملح ونسمتها بشويه حرور فقط، وربيت عليها 2 فصوص توم. هنا التوم اختياري على حسب الا كنتي تبغي ولا لا، عفوا اذا بغيتي ديري فص ديري، اذا بغيتي ديري 2 ديري، شو ولا ضروري ديريه باسكو يطلق لك بدنا رائعه. من بعد تجيبي بلا يكون مدهون مليح مليح بالدهان، وديري البطاطا تاعك. هنا الزبده غادي تطلق لها بنه رائعه على هاد البطاطا تاعنا. هنا حسيت انه انا ما كترتش، جيت زدت لها من الفوق باش نعادلو في كميه ليدم تاعنا وتجينا بنينه. من بعد نجيبو فرماج بورسيون ولا سال بيدو ولا اللي عندك ديريه، هنا غير الحاضر ديريه. وقطعتها عشوائي بهذه الطريقه. اذا كان عندك 2 انواع تاع فرماج ديريهم غادي يجيك ولا اروع. من بعد نجو مباشره نزيدو الحليب. هنا الحليب عينك ميزانك، كي تشوفي البطاطا تاعك تغطات يعني ولا الحليب شويه فايت الحد تاعها، يعني صاي ما خصهاش. وفي الطريقه تاع الطياب باش طيب لك مليحه، شالي لها من تحت ونقصي لها. كي طيب لك من تحت شالي لها من الفوق، وتوجور نقصي لها هكا باش تجيك معسله وبنينه. هنا اذا بغيتي تزيدي بنه على بنه تقدري تضيفي لها البيشاميل، يعني تخلي البطاطا تاعك طيب من بعد تخرجيها وتزيدي عليها البيشاميل وتعاودي تدخليها للفور، يعني تجيك روعه. انا اختاريت اليوم باش نديرها بهذه الطريقه باش كامل نقدروا نديروها وتجي ما شاء الله، يعني كميه الروائح ما شاء الله. والبنه نتمنى تجربوها وغادي تنال الاعجاب تاعكم. وهنايا هايلك البطاطا تاعي كيفاش خرجت لي، دارت لي واحد الطبقه من الفوق تحسب درنا لها البيشاميل وحنا ما درنا لهاش. ايسي ما تحرقيهاش. وش نحكي لكم خياتي، واحد البنه رائعه وكميه الروائح ما شاء الله. نتمنى تجربوها وغادي تنال الاعجاب تاعكم. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، دمتم في رعايه الله، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله.